السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي أنه سيعقد أول اجتماع له مع الناخب الوطني جمال بلماضي السبت بمقر الاتحادية بدال إبراهيم. وبالفعل عقد أمس الاجتماع بين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجديد وليد صادي والناخب الوطني جمال بلماضي، حيث نشرت الفاف صور لجمال بلماضي ووليد صادي بعد انتهاء الاجتماع. وقال رئيس الفاف الجديد وليد صادي في مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى برنامج المنتخب الوطني تحسبا للمنافسات المقبلة، وخاصة كان كوت ديفوار، وكذلك المعايير التي يتبعها المنتخب. وأضاف وليد صادي في نفس السياق أنه يعرف جمال بلماضي حق المعرفة، وقال أن جمال مدرب محترف جدا في خدمته ولديه الحرية المطلقة داخل بيت الفاف، وأنه في حماية وليد صادي من كل الأطراف التي تريد الإطاحة به. وأنتم مشاهدينا شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.